السلام عليكم حبايب قلبي، اخباركم ايه يا غاليين؟ يا رب يا حبايب قلب ام محمود تكونوا بالف خير. النهارده باذن الله هنعمل مع بعض تورتايه، بتمنى يا رب ان هي تعجب حضراتكم. هنعملها النهارده بالدقيق الاسبونج. الطريقه حلوه سهله جدا، وباذن الله باذن الله هتعجب حضراتكم. سمي بسم الله بقى ونقول المكونات اللي عندي ايه. انا عندي هنا يا غاليين دول 5 بيضات، حطيت عليهم بس معلقه فانيليا او كيس فانيليا يعني، ومعلقه محسن جل. عندي هنا عشان اخلي بقى الطعم كمان بتاع التورتايه الشوكولاته فيه اقوى، فانا عندي هنا معلقتين كاكاو، وعندي نص كوبايه ميه، وعندي نص كيلو الاسبونج، مش اكتر من كده. وانا بستعمل الكاكاو الاسباني من احسن الانواع بصراحه. هنسمي بسم الله بقى كل المقادير هنحطها كلها على بعضيها. يعني انا عندي هنا ال5 بيضات وورقه الفانيليا ومعلقه المحسن الجل. هحط بقى باذن الله كده، هسمي بسم الله. احط نص كوبايه الميه، واحط نص كيلو اهو، كله على بعضيه كده. هتبقى باذن الله هتعجب حضراتكم جدا. اهو بصوا حبايب قلبي، اهو ده نص كيلو. اتفقنا كده. هحط بقى الكاكاو، بس الكاكاو قبل ما احطها انا بنخلها عشان لو فيها اي تكتلات اهي. اتفقنا كده مع بعض. اهي بقى انا كده بشوكه، بصوا يا غاليين بتبقى فيها تكتلات ازاي. كده انا حطيت خلاص الكاكاو. هبدا بقى بالمضرب بالراحه الاول كده. هقلب بس المكونات دي عشان ما تطيرش في وشي اهي. وهبدا بالراحه الاول على سرعه متوسطه، وبعد كده على السرعه الشديده. هنضربها بس هتاخد مننا ضرب شويه عشان انا عايزه الخليط بتاعها. هوريه لحضراتكم هيبقى عامل ازاي. حبايب قلبي بصوا الخليط بتاعنا ما شاء الله بقى عامل ازاي. انا هنا عندي الصينيه دي مقاس 24. انا بس حطيت في قلبها ورق الزبده، دهنت الحروف كده زيت عشان الزق فيها ورقه الزبده. وهبدا بقى كده اسمي بسم الله. بصوا غاليين الخليط بسم الله ما شاء الله. شايفين الجمال عامل ازاي؟ ما شاء الله كريمي خالص ازاي. بصوا حبايب قلبي انا كده حطيتها في الصينيه وسويتها، وبعمل طبعا زي ما اتفقنا بنعمل كده بحيث ان الخليط بتاع الكيكه يتظبط في الصينيه يعني. هحطها بقى في الفرن، واول ما تخرج من الفرن باذن الله هوريها لحضراتكم. بس انا طبعا اول ما بدات فيها انا ولعت الفرن، بتبقى على نار متوسطه يعني. بعد ربع ساعه نبدا نبص عليها. اتفقنا يا حبايبي. وهنختبرها برده بالخله نشوف اذا كانت طلعت الخله ما فيهاش عجينه ولا حاجه، يبقى كده تمام. فيها عجينه هنوطي تاني ونسيبها تستوي براحتها. اول ما تخرج باذن الله غاليين ارجع لكم. انا لسه كده مخرجه الصينيه من الفرن، طبعا اختبرتها بخله. بصوا بسم الله ما شاء الله هشه وجميله ازاي، والعلو بتاعها حلو قوي كده. انا بس كل ما هنالك دلوقتي هي لسه طالعه سخنه، هنتظر شويه الاول تهدى وبعدين اقطعها بعد ما تبرد، وارجع لكم بقى تاني كده نعمل مع بعض الكريم شانتيه. حبايب قلبي انا كده الكيكه بتاعتي سبتها عشان تبرد، ودلوقتي هنبدا مع بعض نعمل بقى الكريم شانتيه. انا عندي كوبايه، طبعا هو من غير سكر خالص. هحط له معلقتين سكر، حط عليه كمان كوبايه ميه متلجه قوي. وهبدا بقى كده هقلب بالراحه قوي. انا كده عايزه بس اخد منه شويه ابيض، وبعد كده نبدا نحط الايه الكاكاو. هسمي بسم الله. وكالعاده عشان ما اصدعكمش هكمل ضرب الكريم شانتيه وارجع لكم تاني حبايبي. حبايب قلبي انا كده عملت الكريم شانتيه الابيض. هعمل نفس المقادير بالظبط، بس هحط معلقتين كاكاو. فلما احط معلقتين كاكاو هزود عليهم معلقتين ميه. حبايب قلبي انا كده قطعت الكيكه بتاعتنا ل4 طبقات. بسم الله ما شاء الله هشه وجميله ازاي. هبدا بقى اسمي، اخد اول واحده معانا كده واوسع لنفسي كده. هبدا بقى هنا كده احط حته من الكريم شانتيه صغننه كده اهي، حاجه بسيطه قوي كده بس هنثبت عليها الكيكه بتاعتنا. وهبدا بقى اسمي بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي اول طبقه اهي غاليين. هبدا بقى احط هنا السيرم بتاعنا، وبعد كده حبايبي بقى نبقى نحط الكريم شانتيه بتاعنا. هتطلع التورتايه عسل. هسمي بقى بسم الله كده ونبدا بقى نظبطها مع بعض. احط بقى كده الطبقه الثانيه اهي، حاول بس اظبطها كده. وبرده احط السيرم برضو الطبقة التانية. نبدأ مع بعض كده نسويها. ايه رأيكم؟ احلى حاجة ان احنا عاملين الحاجة دي في البيت. اظبط بس الطبقة التانية
حطيت انا كده الطبقه الثالثه، وبرده هحط سيرم. احط كده الكريم شانتيه للطبقه الثالثه واسويها برده كده يا غاليين. الطبقه الرابعه بذمتكم ايه رايكم؟ 4 طبقات اهي، احلى من اي تورتيه من بره. انا حطيت الطبقه الرابعه، احط برده السيرم. ايه رايكم بقى في الجمال ده؟ 4 طبقات تحفه. عشاق الشوكولاته هيجوا هنا بسرعه. ايه رايكم كده؟ هبدا بقى انا كده احط بقى الايه الكريم شانتيه للطبقه الرابعه. نعمل كده الطبقه الرابعه، نجلسها كويس قوي، كل حتت فاضيه كده. نرجع ناخد بالكريمه كده اهو، نملى كل الفراغات يعني. هلف بقى انا كده، بصوا حبايبي، واحده واحده كده اهي، وامسح كده، افضي الاسباتيولا وارجع تاني اهو. بصوا حبايب قلبي، وابدا اعملها كده اهي. بصوا حبايب قلبي، احنا عملنا ايه رايكم كده اهي. هنبدا بقى نسوي الايه الوش معانا كده بالراحه. هناخد على جوه كده اهو. طيب قلبي، انا كده لازم احطها الاول في التلاجة ساعتين، وانا هقول لكم على حاجه، انا هحطها في الفريزر ساعه واحده بس يجمد الكريم شانتيه قبل ما نزوقها. احطها وارجع لكم تاني. حبايب قلبي انا كده طلعتها من التلاجة. انا كنت حاطاها في الفريزر قعدت ساعه بالظبط كده، وهبدا بقى احط كده عليها ايه صوص الشوكولاته اهي. قبل بقى ما نكمل الوش ناخد الحروف بتاعتنا كده اهو، عشوائي يعني كده. بصوا حبايب قلبي، بصوا الشكل جميل ازاي. ايه رايكم بقى في الشكل ده كده؟ برضو احنا لسه هنبقى فيه، هنظبطها تاني كده وهنعمل حاجات حلوه قوي، بس انا لازم كده احطها برضو في التلاجة. حبايب قلبي انا كده يا غاليين طلعتها من التلاجة. هنبدا بقى نعمل عليها روزيتات كده بسيطه قوي اهي. حاجه يعني انا مش عايزه تبقى حاجه كبيره قوي اهي. حبايبي انا قلت بلاش اكمل روزيتات، حاسه انها تبقى كده اشيك اهي. حاسه ان كده متهيألي ارق. برضو قولوا لي انتوا رايكم ايه، كانت افضل ايه يعني لو اتعملت كلها روزيتات ولا كده اشيك اهي. حبايب قلبي هي كده حلوه قوي. احط بس انا ايه واحده كريس كده اهي. متهيألي كده رقيقه قوي، مش عايزه افور اكتر من كده، هي كده حلوه قوي. احلى حاجه ان احنا بنعمل الحاجه دي عندنا في البيت، واحلى حاجه ان احنا اللي بنبقى عاملينها. عايزه احط حاجه في النص بس انا متهيألي انا شايفه ان هي كده رقيقه قوي، ومش عايزه اي حاجه تانية. كمل بس الولد. حبايب قلب ام محمود، ايه رايكم بقى في التورتيه الحلوه بتاعتنا دي؟ اتمنى يا رب انها تعجب حضراتكم، واسيبكم يا حبايب قلبي بقى في رعايه الله. قبل ما انهي الفيديو ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لحبايب قلبي كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله.